تخيل معايا لو تقدر ترشح اجمل اهداف في الدوري المصري في اخر 10 سنين لجائزه بوشكاش، كان ايه الاجوان اللي كانت ممكن تترشح للجائزه؟ يعني انا لو هختار فكده كده هحط في البدايه جون صلاح امين في طلائع الجيش في موسم 2016 اللي من احلى الاجوان اللي شفتها في الدوري المصري، واللي بيفكرني بجون روني في السيتي، ولولا الاخراج المصري كان زمان الجون ده بقى في حته ثانيه. وفي 2017 هحط دبل كيك رمضان ربيع في طلائع الجيش اللي حطها بطريقه عالميه من على ال 18. وموسم 2018 هختار جون احمد سمير فرج في الاسيوطي من شوطه صاروخ فيرست تايم في اخر الجون. 2019 بقى كانت مليانه جوان حلوه قوي، بس هختار جون فرجاني ساسي العالمي قدام بيراميدز. وفي 2020 هختار جون عمرو السوليه في طلائع الجيش لان الشوطه كانت عالميه قوي بصراحه. وفي موسم 2021 هرشح جون فتوح العالمي قدام سموحه اللي رقص فيه الفريق تقريبا كله من نص الملعب وجابها جون. موسم 2022 هختار طبعا جون ابراهيم حسن العالمي في الزمالك من قبل نص الملعب، اللي انت ما تفهمش لحد دلوقتي هو حطها بالدقه والقوه دي ازاي. اما بقى في 2023 الاجوان كانت الى حد ما مش اقوى حاجه، بس ممكن اقول لك جون زيزو في فيوتشر من فاول كان احسنهم. وفي 2024 الامانه محتار بين جون اوباما بالكعب في سموحه او جون عمر كمال في الاتحاد الاسكندري، فسيبها لكم دي تختاروها انتوا. والسنه دي بالنسبه لي جون مروان حمدي لعيب الاسماعيلي في انبي هو احلى جون شفته في الدوري السنه دي. فدول يعتبر اكتر اجوان حسيت انها لو كانت بره الدوري المصري كانت ممكن تترشح لبوشكاش. وقولوا لي في الكومنتات من وجهه نظركم ايه اكتر اجوان شفتوها في الدوري في اخر 10 سنين كانت ممكن تترشح للجائزه.